اوعى تشتري اي مكمل بروتين نباتي قبل ما تشوف الفيديو ده. خد بالك لما تيجي تشتري بروتين نباتي من المعلومه دي، اي بروتين نباتي كسبلمنت انت طبعا بتكون كفاءه اقل من الواي والكازين، لانه ما فيهوش ال 50% از الاحماض الامينيه الاساسيه لبناء العضلات. بس في معلومه مهمه كمان لازم انت تعرفها، ان هو بيجي من مصدرين، الرز والبسله والصويا. وهنا بتكلم على فول الصويا، بيكون في فايتو استروجين. فايتو يعني فايتك ده يعني بلانت سورس، يعني مصدر نباتي يحتوي على الاستروجين. هرمون الاستروجين ده طبعا عند النساء بنسبه كبيره وعند الرجال بنسبه قليله. هل لما هيزيد في الجسم هيكون ضرر للرجال بس؟ الاجابه لا. للرجال طبعا خلل هرموني، وللنساء هيسبب سرطان الثدي. طب هل عندنا دراسات واضحه ان هي بتاكد الكلام ده؟ الاجابه لا، بس عندنا معلومه صريحه جدا ان اي فول صويا بيحتوي على الفايتو استروجين. هل هم بيتخلصوا منه؟ الله اعلم. فانت عشان تكون في السيف، تكون ان انت امن ان انت تجيب اي بروتين نباتي كسبلمنت كمكمل غذائي انت محتاجه، انت تجيبه من مصدر يكون رز وبسله، ده هيكون مور سيفتي ليك. مفيش اي دراسات بتنفي او بتاكد اي حاجه من الحاجات دي. لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات، ولو عجبك المحتوى ده وعايز ان انا استمر ما تنساش ان انت تعمل لي لايك وشير، واشوفك في الفيديو اللي جاي.